هذه أقوى مدفونة زمنية على وصولها، بالحق بنا عالمية وتاكل وراها صوابعك. يلا تبعوني. ناخذوا طروف الهرقمة نحطوا عليهم ملح وسنون ثوم، نصبوا عليهم الماء ونخليوهم يتصمتوا حتى لين تطيب. للكعابر ناخذوا كيلو لحم مفروم نفوحوا مغرفتين كبار تبلو كروية، مغرفتين كبار فلفل أحمر، راس ثوم، ملح، فلفل أكحل، مغرفتين كبار نعناع شايح، ومغرفة كبيرة هريسة عربي، ونخلطوا ونشكلوا الكعابر متاعنا. توا ناخذوا 10 ربطات سلق نحيو العروف ونخليو كل الأوراق وننظفوهم ونغسلوهم مليح ونحطوهم يفوروا مدة 7 دقائق. بعد نعصروهم بالكدا بالكدا لين ما يقعد فيهم حتى قطرة ماء. في كسرونة نصبوا 750 مليلتر زيت نخليوه يسخن ونحطوا السلق يتقلى مليح مليح معاه راس ثوم ونخليه يتقلى حسب التقريب مدة ساعة ونص. بعد باش تعرفوا اللي السلق تقلى مليح يولي خفيف ريشة وكي تنفخ عليه يطير، ونحطوه في الروبو ونرحيوه بالكدا. نصبوا السلق اللي رحيناه على الزيت اللي قليناه فيه ونصبوا عليه الماء اللي عصرته من السلق، ونحطوا الهرقمة اللي طيبناها، ونزيدوا نصبوا الماء اللي طابت فيه الهرقمة. نحطوا 350 جرام لوبيا منفخة وتهناه وراهي باش تطيب بالكدا وتهبط زبدة. ونفوحوا مغرفة كبيرة هريسة عربي، فلفل أكحل، مغرفة كبيرة تبلو كروية، مغرفة كبيرة فلفل أحمر، راس ثوم مهرس وشوية ملح، ونخليوها تطيب سلة سلة مدة ساعة. بعد نحطوا الكعابر اللي حضرناهم ونخليهم يطيبوا مدة ربع ساعة. وهكا نكون تحصلنا على مدفونة زمنية تعمل 66 كيف. وما تنسوش تجربوها، تعطيوني رايكم في كومنتير. تو يلا نتعدى الديكوستاسيون.